اهلا بكم في ريفيوزات في تقييم تليفون هواوي واي 6 2، وهو احدث تليفون موجود حاليا في فئة الواي، واللي تعتبر في بدايات الفئة المتوسطة السعر. خليكم معانا. اول حاجة هنتكلم عليها في التليفون هي التصميم. تصميم التليفون زي ما احنا شايفين، التليفون مصنوع من البلاستيك، ودي طبعا حاجة معتادة في تليفون في الفئة السعرية دي. زائد كمان ان التليفون مش يوني بادي، فهنقدر بكل سهولة ان احنا نشيل الغطاء الخلفي للتليفون، ونقدر بعد ما شلنا الغطاء الخلفي ان احنا نركب 2 سيم كارد وواحد ميموري كارد، ودي ميزه مش بتكون موجوده في كل الموبايلات اللي في الفئه السعريه دي. لو بصينا على الفتحات والوصلات الموجوده في التليفون، فهنلاقي ان التليفون من قدام عليه الثلاث زراير بتوع هواوي، وزي ما هم بيعملوهم في كل التليفونات بيكونوا موجودين جوه الشاشه. اما من على اليمين هنلاقي الباور بutton والفوليوم روكر بتاع التليفون. من على الشمال التليفون ما فيهوش اي حاجه خالص، ومن فوق فتحه السماعات، اما من تحت فتحه الشاحن والسماعه بتاعه التليفون. شاشة التليفون معمولة بدقة HD 1920 في 720 بحجم 5.5 بوصة ودقة 267 بكسل لكل بوصة. احنا شايفين ان الكواليتي بتاعة الشاشة هي متوسطة، ما نقدرش نقول عليها جيدة جدا ولا نقول عليها سيئة، فهي متوسطة وتعتبر مناسبة لحد كبير لسعر التليفون. نظام التشغيل الموجود على التليفون هو اندرويد مارشميلو 6، ونظام التشغيل ده شايفين ان هو ميزه حلوه جدا ان هو موجود في تليفون واي 6 2، لان احنا نادرا ما بنلاقي نظام التشغيل ده موجود في موبايل في الفئه السعريه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. اما بالنسبه لواجهه المستخدم فهي ايموشن يو اي 4، وشايفين ان هي ما اختلفتش كتير عن الخصائص في النسخه اللي قبلها، لكن اختلفت كتير في الشكل. على سبيل المثال لو جينا نبص على مالتي تاسكينج هنلاقي شكله اختلف عن النسخه اللي كانت قبلها. كمان لو جينا نبص على السيتنجز هنلاقي ان فيها حاجات كتير اختلفت، زي مثلا ان الاعدادات الاساسيه للتليفون زي الوقت واللغه والبطاريه بقت موجوده تحت الادفانسد سيتنجز، ودي ما كانتش موجوده في النسخه اللي قبلها، وممكن تسبب بعض اللخبطه في الاول للمستخدمين. وكمان من الحاجات الجديده الموجوده في التليفون هي خاصيه السكرين ريكوردنج، اللي بتتيح لنا ان احنا نسجل اي حاجه بنعملها على الشاشه فيديو ونبعتها لاي حد بعد كده، ودي بتكون مميزه لو احنا عايزين نشرح لحد حاجه او نفهمه حاجه احنا بنعملها على التليفون. ومن الحاجات المشهوره بيها واجهه المستخدم بتاعه هواوي هو تطبيق فون مانجر، اللي بيتيح لنا ان احنا نتحكم في التليفون من خلال اكتر من حاجه، زي ان احنا نقفل بعض الابلكيشنز او نتحكم في الصلاحيات بتاعتها، او ان احنا نعمل بلوك لبعض الارقام لو في معاكسات بتحصل على التليفون. كمان لاحظنا ان في النوتيفيكيشن بار هنلاقي ان في عدد محدد جدا من الشورت كاتس. احنا ممكن نتحكم فيها من خلال ان احنا ندوس على اديت ونضيف شورت كاتس ثانيه، لكن في النهايه هنكون مقيدين بالعدد الموجود من الشورت كاتس على التليفون. بالنسبه لاداء التليفون فالمعالج الموجود فيه هو كيرن 620 1.2 جيجا هرتز 8 النواه. احنا شايفين ان هو معالج قديم نوعا ما، لكن هو مش وحش بالنسبه برضه لسعر التليفون اللي هو محطوط فيه. زائد ان هو كمان معاه رامات 2 جيجا بايت، ومع تجربتنا للعبه ومع تجربتنا كمان للمالتي تاسكينج مش شايفين ان التليفون كان فيه لاجنج او تبطيء بالشكل اللي ممكن نلاحظه. ذاكره التليفون الداخليه 16 جيجا بايت، بيكون متاح منها للاستخدام حوالي 10.5 جيجا بايت، زائد ان احنا ممكن نضيف كارت ميموري خارجي زي ما قلنا في اول الريفيو. اما بالنسبه للبطاريه بتاعه الجهاز فهي 3000 ملي امبير، شايفين ان ده رقم كويس. زائد كمان ان التليفون فيه اكتر من وضع للحفاظ على الطاقه، زي البرفورمانس والسمارت والالترا مود، هو الوضع الاقصى للحفاظ على الطاقه، اللي زي ما احنا شايفين في وضع التليفون الحالي هيخليه شغال لحد 16 ساعه. كاميرا التليفون الخلفيه 13 ميجا بكسل، ولو جينا نبص على الانترفيس بتاعه الكاميرا هنلاقي فيها حوالي 5 انواع مختلفه للتصوير، منهم التايم لابس اللي بيتيح لنا ان احنا نصور فيديو بسرعه عاليه جدا وبعدين نعرضه في وقت قليل جدا، والفيديو او تصوير الفيديو العادي، والفوتو او تصوير الفوتو او التصوير العادي، والبيوتي مود واللايت بينتنج. اللايت بينتنج هو عباره عن ان احنا بنعمل اشكال معينه بالضوء وفي الاخر بتطلع لنا كلها في صوره واحده بس، لكن احنا لما جربناه الحقيقه النتائج بتاعته ما كانتش حلوه قوي زي ما جربناه في البي 9 مثلا على سبيل المثال، فكانت النتائج كلها طالعه الضوء فيها زايد بصوره كبيره. ده بالنسبه لللايت بينتنج. اما بالنسبه للبيوتي مود فهو البيوتي مود اللي احنا عارفينه اللي بيشيل الرتوش او الحبوب الموجوده في الوش، ونتحكم فيه من خلال العداد ده ان احنا نقفله خالص او نعليه على اعلى درجه ليه. اما بالنسبه للفوتو مود وهو ده المود الرئيسي الموجود في التليفون، لو جينا نبص فيها هنلاقي ان احنا بنقدر نتحكم في الفلاش، الفرونت كاميرا او المين كاميرا، وهنا السيتنجز بتاعت التليفون او المودز بتاعته زي الاول فوكس او البانوراما او الاتش دي ار، وكمان بنتحكم في السيتنجز بتاعت التليفون زي ان احنا نتيح الجي بي اس تاج او نتيح البيرفكت سيلفي او بقيه الخواص الموجوده في التليفون. كمان هنلاقي هنا الفلترز الموجوده في التليفون،
اللي بتتيح لنا ان احنا نغير في لون وشكل الصوره من قبل كمان ما نصورها. اما بالنسبه للفيديو مود هنلاقي تقريبا نفس الانترفيس الموجوده في الفوتو مود، كمان في فلترز موجوده في الفيديوز ودي حاجه كويسه. وهنا السيتنجز بتاعت الفيديو اللي احنا نقدر نتحكم منها. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي 8 ميجا بكسل وهي تقريبا نفس الانترفيس اللي كانت موجوده، لكن طبعا ما فيهاش حته اللايت بينتنج، لكن فيها مود حلو جدا بالنسبه للبنات وهو الميك اب مود، ان احنا بنختار شكل الميك اب اللي احنا عايزين نحطه على الصوره كمان من قبل ما نصورها. وفي اكتر من شكل او اكتر من فلتر بنختار منهم قبل ما نصور. ده طبعا بخلاف البيوتي مود والفوتو والفيديو والتايم لابس. من الاخر تليفون هواوي واي 6 2 بيجي بتصميم بسيط وشاشه متواضعه نوعا ما، لكن فيه مميزات حلوه جدا في الكاميرا بتاعته ونظام التشغيل، وشايفين ان هو تليفون مناسب جدا لاي حد بيدور على تليفون في الفئه السعريه المنخفضه. ده كان تقييم تليفون هواوي واي 6 2. لو عايزين تشوفوا تقييمات ومقالات تانية تابعونا على الموقع بتاعنا ريفيوزات.com، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي، سلام.